اكلات اخر الشهر من غير لحمه ومن غير فراخ هتعملي احلى كفته رز خطيره تجنن. كل اللي ياكلها من ايدك هيقولك تسلم ايدك. عندنا كوبايه عدس بجبه منقوعه لمده 12 ساعه مغسوله كويس جدا ومتصفيه، وعندنا بصلايه مفرومه. هاتي الكبه بتاعتك وهننزل بكوبايه عدس بجبه عليهم بصلايه مفرومه، كوبايه من دقيق الرز، معلقتين من الخضره كده شبت وبقدونس وكزبره، معلقتين من البقسماط اللي هيودي بقى الطعم في حته تانية، بهارات الكفته. هنفرمهم في الكبه لحد ما نوصل للقوام ده، وهبدأ كده اجيب شوية زيت واشكلهم بقى صوابع كور الشكل اللي انت عايزاه. عايزه اقولك بقى القوام مظبوط جدا، حلوة قوي. لو جربتيها هتدعيلي عليها. شوية زيت بقى وسخنين كده على نار متوسطة، اول ما يتحمروا كده وياخدوا اللون الجولد الخطير، اللي هياكلها مش هيحس ابدا ان فيها عدس بجبة. هاتي بقى حلة وفيها كده معلقة زبدة وشوية زيت، وهننزل بفصين من الثوم ولحد ما ياخدوا اللون الجولد ده، وانزل عليها بمعلقة من الكزبرة الناشفة. انا عايزاها تاخد لون جولد بس. كوباية بقى من صلصة الطماطم، وقلبين من الماجي، وشوية ملح وفلفل اسمر، وكوباية ونص من المية السخنة ياخدوا غلوة. وهنزل بالكفتة بتاعتي اسيبها تغلي على النار لمدة 10 دقايق بس. اعملي بقى جنبها شوية رز بشعرية خطيرة. جربوها هتعجبكم قوي. ولو عجبكم الوصفة ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.